حبايب مسك، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اقسم بالله بكلمكم وانا تعبانه بس مبسوطه في نفس الوقت، تعبانه ومبسوطه في نفس الوقت. عملت الوجبات اللي كان جوزي نفسه فيها وكنت ناعي همها طول شهر رمضان وبفكر اعمل ايه. عملت فراخ مشويه يا جماعه ومحشي. تعالوا اوريكم بقى انا عملت ازاي العظمه دي. مسكت الفراخ بتاعتي غسلتها كويس جدا بالليمون وبالملح. الليمون بقشره ضرباه في الخلاط مع شويه ملح وبدات احطه على الفراخ لحد ما خليتها زي الفل. ودلوقتي هبدا اعيد عليها غسيل وهبدا افتحها كده زي ما انتم شايفين. الورك بقطعه كده تلات حتت من فوق، والصدر بفتحه كده من النص عشان خاطر التتبيله تاخد وتدي كده مع الفراخ وتتشرب منها ويبقى طعمها زي السكر بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. جربوا الفراخ المشويه قسما بالله العلي العظيم. اللي هتجربها وتعملها بنفس الطريقه دي كانك جايباها من بره، كانك جايباها مشويه من بره، حاجه كده فوق الوصف. تحفه جدا. نضفت فراخي كويس جدا وعطيت لها عطيت لها شطفه بالميه كده وسبتها تتصفى. وتعالوا اوريكم التتبيله عباره عن ايه يا مسك. عباره عن 3 فصوص توم. كل فرخه بتاخد بصلايه. انا معايا 6 فراخ، يعني انا عامله 6 بصلات. تمام كده. ومعاها قرن فلفل حراق وقرن فلفل احمر وقرن فلفل اصفر وقرن فلفل اخضر وثلاث طماطميات. تمام كده. دي التتبيله بتاعت الفراخ. هحط بابريكا، هحط فلفل اسمر، هحط بهارات 7، هحط قرفه ودي اهم حاجه القرفه، وثلاث مكعبات ماجي. تمام كده تمام. ركزي. وشويه ملح، ده اكيد. ولو عايزه تحطي عصره ليمونه بسيطه حطي عصره ليمونه بسيطه. هتبل كويس، هدعكها كويس في بعضها كده وهبدا احط الفراخ. احط راق من التتبيله وعليها الفراخ، وراق من التتبيله وعليها الفراخ، وراق من التتبيله لحد ما اخلص خالص. وبعد كده احطها في التلاجة. متبلاها امتى؟ متبلاها قبليها بيوم يا جماعه عشان التتبيله تاخد وتدي كده والفراخ تتشرب منها ويبقى طعمها زي السكر. تعالوا بقى نشوفوا عملنا ايه تاني مع بعض. مسكت الكرنبايه، بدات اقور فيها كده ومعايا ميه بتاعتي. هوريكم الميه دلوقتي انا هعمل فيها ايه. ميه السريق الكرنبه مختلفه عندي يا جماعه عن اي ميه سريق كرنب عند اي حد. كده انا قورتها من النص عشان بحيث ان انا احطها في الحله واخلص بسرعه. دي اسهل طريقه للكرنب، في دقيقه هتكوني مخلصاها. تعالوا نشوفوا هنعمله ايه بقى. معايا الميه حاطه فيها شويه، حطيت شويه كمون وتلات اربع فصوص حبهان وشويه لوري وشويه ملح. وهعلق بقى على الحله ديت الميه. تمام. بعد ما غلت كويس جدا هنزل بالوش اللي انا مقوره بيه الكرنبايه وبعد كده اقلبها على الوش التاني. تعال نشوفوا بقى تسبيكه المحشي. حطيت بصل 4 5 بصلات كبار كده، معاهم معاهم 3 4 فصوص توم. تمام كده. شوحتهم تشويحه وهبدا انزل بالفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والفلفل الاصفر. وبعد ما يتشوح معايا هننزل بالطماطم بتاعتي. تمام كده. البهارات بتاعتي عباره عن بابريكا، فلفل اسمر، بهارات 7، شويه قرفه ودي اهم حاجه القرفه، وشويه ملح ومكعبات ماجي. تمام كده تمام. خلصنا خلاص التسبيكه. غسلت الرز بتاعي كويس جدا وصفيته يا جماعه. هبدا انزل بالتسبيكه بتاعت المحشي بتاعتي. تمام كده. انا عامله كام ما شاء الله كتير فبقيت اجيب بالصينيه بتاعتي وبقيت احط بيها ورشيت شويه ملح كمان. ولو حابه تزودي شويه بهارات حاجات بسيطه كده تخلي الريحه، لان انت لما بتحطي البهارات على التسبيكه وهي بتغلي بهارات بتتبخر كده. تمام. وهبدا احط الخضره بتاعتي. تمام. تعالوا بقى نحط الفراخ بتاعتنا تحط في الفرن قبل ما نخلصوا المحشي تكون الفراخ بدات تستوي. تمام. احنا كده بقينا تاني يوم يا جماعه. يعني الفراخ دي لسه طالعه من التلاجة دلوقتي وببدا ارصها ومولعه الفرن كويس جدا وهدخلها جوه الفرن. تمام تمام. صليتوا بينا على النبي وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صلى على النبي يا حاج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده خلاص. حطيت لها نص كوبايه ميه وشويه زيت وهبدا اغلفها بالفيوم بتاعي وادخلها الفرن على طول. بس اهم حاجه الفرن تكوني مسخناه كويس جدا، دي اهم شيء. تمام تمام. تعالوا بقى تشوفوا العظمه دي بعد ما طلعت من الفرن. بعد ما طلعت من الفرن كلها واستوت الحمد لله هبدا ادخلها. هبدا احط لها حتتين فحم في الفراخ دي تديها طعم وريحه كده. اللي مش حابب يحط كده الفراخ حلوه قوي، بس دي بقى بتدي نكهه وطعم وريحه حاجه كده فوق الوصف يا جدعان. والمحشي الحمد لله طلع اهو بالطريقه اللي انتم شايفينها ديت ما شاء الله. تعالوا بقى نعبوا الوجبات مع بعض. حطيت شويه محشي كده في العلبه بتاعتنا اللي انتم شايفينها ديت. تمام كده. وهبدا اجيب حته فرخه من فوق وهقفل العلبه بالطريقه كده. خلصنا يا جماعه. يلا بقى اشوفكم فيديوهات جديده باذن الرحمن. مع السلامه.